السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في واحد الحلقة استثنائية اللي غنتكلموا فيها على واحد المدينة اللي كنبغيوها بزاف كمغاربة. مدينة اللي عندها واحد الصيت عالمي واللي كتجلب السياح من كل بقاع العالم. لا شك عرفتوا المدينة اللي كنتكلموا عليها هي مدينة مراكش الحمراء العزيزة. هذه المدينة هذه العالم كامل كيعرفها كوجهة سياحية. وغتحول قدام عينينا لورش مفتوح من دابا ل2030 إن شاء الله. مراكش غتلبس واحد الحلة جديدة تمامًا. واش في راسكم بأن أزيد من 100 مشروع ضخم مبرمج. واش عارفين باللي خريطة المدينة غتوسع لدرجة ما كتخيلوهاش. اليوم غنمشيو في رحلة عبر الزمن لسنة 2030 إن شاء الله باش نشوفوا مراكش المستقبل. وجدوا ريوسكم، كاين بزاف ما يتقال. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا ابوني، سبسكرايب ولايك ان شاء الله. نبداو بالنقل والربط القاري واللي هو التحدي الاكبر للمدينه. كيف كتعرفوا هو هذا المشروع اللي كيهمنا جميعا. الطريق والسفر كنبغيو نتحركوا بكل اريحيه احنا كمواطنين. آه، ان شاء الله كاينين مشاريع في هذا الاتجاه. واهم مشروع اللي هو التي جي في او القطار الفائق السرعه، اللي غيكون العمود الفقري في هذا التحول إن شاء الله. الأشغال بدأت فعليا باش يوصل التران من كازا لمراكش في أقل من ساعة وربع. وهذا الشيء كيعني بلي غتقدر تكون في مراكش وتخدم في كازا إلا بغيتي. دير لا نافيتا. وزيد عليها المطار الدولي الجديد. مطار المنارة الحالي وصل الطاقة الاستيعابية القصوى ديالو. والمشروع الجديد في منطقة سيدي الزوين غيكون هو المطار بمواصفات عالمية، مطار جديد مع محطة قطار خاصة به، وغيكون مخصص للرحلات طويلة المدى. بينما مطار المنارة غيولي مخصص للطيران الخاص والرحلات الداخلية. ما فهمتوا الفيلم. مطار المنارة اللي كاين دابا غيولي للرحلات الداخلية وسط المغرب والرحلات الخاصة. مطار جديد غادي يولي للرحلات العالمية. تخيلوا مراكش غتولي مرتبطة بالعالم وغتزيد ترتبط بالعالم أكثر من أي وقت كان. كاين كذلك الطريق السيار اللي كيربط بين فاس ومراكش. وبزاف ديال الناس كيسولوني على هذا الطريق هذا، والجواب راه كاين في فيديو اللي صوبناه في القناة. غادي يكون هو طريق سيار كيربط مراكش بفاس عبر بني بلال. وهذا المشروع هو الحلم ديال السياح المغاربة اللي كاينين كيبغيو يتحركوا بين المدن، والحلم ديال الناس ديال مراكش وفاس باش يسافروا بكل أريحية وبلا ما يضيعوا الوقت بزاف ويهبطوا لكازا ويكملوا. هذا الشيء غادي يشجع على السياحة الداخلية بزاف، وغيخلق واحد الرواج كبير في هذا المحور هذا. كما أن هناك حديث أو تحديث كبير للطريق الوطني رقم 8 وتوسيع المداخل الكبرى للمدينة، طريق كازا، طريق أكادير، وطريق فاس. دابا نتكلموا على المشاريع الحضرية. كاين المشروع ديال مراكش ويست والمدينة الذكية. في قلب المدينة مراكش غتوسع ومن جهة الغرب تولي مراكش ويست. كاين مشروع المدينة المستدامة اللي كيعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير المياه، وزيد على حافلات ذات المستوى العالي من الخدمة البي اش ان اس اللي غتزيد خطوط جديدة إن شاء الله في المدينة باش تربط أحياء بحال المسيرة والضحى بمركز المدينة وبالملاعب الرياضية. وواحد من أهم المشاريع هو القطب المالي المرشي أو القطب المالي ديال مراكش. هاد المدينة ما غتبقاش مدينة غير سياحية، ولكن غتولي كذلك مركز للأعمال والشركات التكنولوجية الكبرى ديال الأوفشورينغ. هادشي غيخلق آلاف فرص الشغل للشباب المراكشي، وهادشي كيهم الشباب. وكذلك كاينة ثورة رياضية. ملعب مراكش ومونديال 2030. ملي كنقولوا 2030 كنقولوا كأس العالم بالنسبة للمغرب كيف كتعرفوا. ملعب مراكش الكبير غيكون وغيدوز واحد المرحلة قصوى
غيكونوا إصلاحات شاملة إن شاء الله، من التغطية الكاملة للمدرجات، تحديث المرافق، وتحويل المنطقة المحيطة بالملعب إلى قرية رياضية متكاملة فيها الفنادق، فيها مراكز تسوق وملاعب تدريب. هذه المنطقة هذه اللي جات في شمال مراكش غتولي هي المتنفس الجديد للمدينة. كما أن هناك برنامج ديال مراكش حاضرة متجددة اللي كيرمم الأسوار التاريخية وكيهيئ الساحات باش تكون واجدة لاستقبال ملايين المشجعين. هنا كنتكلموا على دي فان زون، ساحات الناس يتمشوا فيها إلى آخره. ما غنساوش واحد الموضوع اللي كيهم المواطنين المراكشيين اللي هو الصحة، التعليم والبيئة، اللي هي حياة المواطن والكوتيديان ديال المواطن. كيف كتعرفوا المشاريع ماشي هي غير الطرقان والبني، المشاريع داخل فيها حتى الإنسان. كاين توسع كبير لمستشفى الجامعي محمد السادس، وبناء مستشفيات قرب جديدة إن شاء الله. أما بالنسبة للتعليم، كاينين بناء كليات جديدة ومدارس عليا لتكوين الشباب في مهن المستقبل. بيئيا كاين مشروع ديال الغابة الحضرية وتوسيع واحد النخيل وحماية المدينة من الفيضانات وعبر قنوات ضخمة إن شاء الله. الهدف هو مراكش تولي مدينة خضراء كتحترم البيئة، وخصوصا مع مشكل الجفاف اللي كتعرفوا وتدبير المياه. غادي يكونوا إن شاء الله محطات معالجة المياه العادمة لسقي الحدائق، كيف ما اللي معمول بها في مدن أخرى كالدار البيضاء والرباط مثلا. وكخاتمة، الخوت ديالي المراكشيين بهجاوة والمغاربة، هادشي اللي جاي من مراكش كيبشر بالخير. حنا قدام تحدي كبير، ولكن الفرص اللي غتحل قدامنا كبيرة بزاف. مراكش 2030 غتكون مدينة عالمية بكل المقاييس إن شاء الله. وانتوما شنو هو المشروع اللي بان لكم غيغير حياتكم كمراكشيين كتر؟ واش التران، واش المطار، واش الطرق ديال فاس؟ كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وعطاكم واحد الصورة واضحة على مستقبل مدينة مراكش. ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم الجديد، وتبارطاجوا الفيديو مع أصدقاء ديالكم المراكشيين والناس اللي كيبغيو هذه المدينة هذه. كان معكم صوف من قناة صوف تولك، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش كذلك تكتبوا لي في التعاليق شنو هما المدن اللي بغيتو نتكلموا عليهم. تبارك الله عليكم، وحتى نتلاقاو إن شاء الله في فرصة قادمة.